النهارده هنتكلم عن الفشل. هلو جايز، عاملين ايه؟ انا كويسه، انتوا كويسين؟ يا رب تكونوا كويسين. انا حرفيا قاعده كده على الركنه بتاعت بيتنا ومعايا كوبايه القهوه بلبن، علشان انا حابه دردش بقى معاكم كاني قاعده عندكم في البيت يعني. تاني حاجه، انا قاعده جنب الشباك، في الشباك ده على الشارع، فاي صوت حرفيا معدي في الشارع، اي بني ادمين، اي جيران هيتخانقوا، الصوت هيبقى حرفيا طالع في الفيديو، فاعملوا سكيب. بس انا مبسوطه النهارده هنا بالقعده هنا، فحابه ان انا اتكلم معاكم من هنا. ودي الحلقه الثالثه من سلسله فضفضه بودكاست، فيلا بينا نبدا الفيديو مع بعض. مفهوم الفشل اللي هو الناس كلها يعني متداول عند كل تقريبا المصريين او معظم المصريين، يعني فكرة ان الفشل عكس النجاح على طول، مفيش اوبشن تاني غير ان الفشل عكس النجاح على طول. وده اللي احنا كبرنا عليه وتربينا بيه في المدارس واهالينا والناس اللي حوالينا، انه معنى ان انت فشلت انت شخص فاشل وانت مش ناجح ومش هتنجح. فاللي انا عايزه اقوله لك قبل ما ابدا كده، انا اخر 3 سنين في حياتي كانوا اكتر 3 سنين انا فشلت فيهم في كل حاجه، حرفيا في حياتي، في كل حاجه، في علاقاتي، في علاقتي بنفسي، علاقتي مع الناس اللي حواليا، مشروع واحد ده كتير، ده كذا واحد عملته وفشلت فيه، كل الشغلانات اللي انا دخلتها ما كملتش فيها. بص، حرفيا 3 سنين بس متتاليه من الفشل الرهيب الذريع كده يعني. تمام. فالأمانة أنا ممتنة لكل فشل أنا فشلته في حياتي، علشان لولا الفشل اللي أنا فشلته ده أنا ما كنتش وصلت لحد هنا واللي أنا فيه دلوقتي، بشخصية ميرنا، بطبيعة ميرنا، بأفكار ميرنا، بأحلام ميرنا، بكل حاجة عند ميرنا. فلولا الفشل اللي أنا فشلته لولا وصلت للحتة اللي أنا فيها دلوقتي. فمبدئيا خلينا كده نحط مبدأ انه الفشل مش عكس النجاح. الفشل مجرد سلمة هتطلع عليها علشان توصلك اللي انت عايزه. اوكي؟ طيب ازاي بقى نقدر نتغلب على الفشل؟ انا مش هقول لكم بقى كلام من كتب وكلام من كوكب المريخ، انا هقول لكم حاجات بسيطه جدا وحاجات بجد عمليه جدا جدا، يعني تقريبا هي دي اللي انا عملتها من غير اصلا ما اخد بالي ان هي دي. يعني اكيد كانت في ناس بتساعدني، بس اللي هو عملتها من غير ما اخد بالي، فاكتشفت لا، ان انا عرفت اتغلب على الفشل بطريقه حلوه جدا تخليني يطلع مني شخص افضل. فاول حاجه، ازاي نتغلب على الفشل؟ ما تصدقش كذبه الفشل. دايما زي ما كنت بقول لكم في من شويه، ان الفشل ده الناس او اهالينا او المدرسين في المدرسه او ايا كان، يعني كل الناس اللي حوالينا لما بنفشل في حاجه معناها ان احنا اللي فشله، احنا كده، احنا ناس فاشلين، احنا ناس مش ناجحين في حياتنا. فتبص دايما الناس الناجحه في حياتها كده، هم ازاي الناس دي ناجحه؟ طب هل فكرت يا ترى الناس دول عمرهم ما فشلوا في حاجه؟ يعني مثلا واحد عنده شركه كبيره، هل يا ترى الشخص اللي عنده شركه كبيره ده عمره ما فشل في حياته؟ هو نام وصحي وبقى شخص كده ناجح عنده شركه وناجح؟ اكيد لا، اكيد لا طبعا. طيب ده معناه ان هو فشل في حياته كتير جدا، فالفشل ده وصله للنجاح. يبقى ما تصدقش كذبه الفشل. انت مش شخص فاشل، انت شخص ناجح، انت شخص ربنا مديك مواهب حلوه، ربنا مديك قدرات حلوه، ربنا ميز كل حد فينا بحاجات، يعني اللي عندي مش موجود عندك، اللي عندك مش موجود عندي، فربنا ميز كل حد فينا. فمفيش حد فينا فاشل ومفيش حد فينا ناجح، في حد قرر انه يجرب وفشل مره واتنين وتلاته لحد ما وصلوا بقى ناجح. في شخص تاني قرر انه لا، انا هجرب مره ومش هجرب تاني، فخلاص بقى انا مش هكمل في الحته دي او مش هكمل في الحاجه دي، فخلاص انا يا جماعه انا فاشل في الموضوع ده، انا مش هينفع اكمل فيه. فاول حاجه، ما تصدقش كذبه الفشل، لانها بجد خدعه رهيبه، عقلك بيصدقها وبيتقنها بشكل رهيب وبيخلي كل تصرفاتك مبنيه عليه. مفيش نجاح من غير فشل، يعني مش عمرك ما هتلاقي، زي ما كنت بقول لكم، عمرك ما هتلاقي شخص مثلا ناجح جدا في حياته غير لما فشل، مفيش كده. بص، لولا فشل في حياته لولا نجح في حاجات كتير جدا في حياته. زي مثلا حد دخل علاقة وفشلت، فقرر انه لا، انا مش هدخل علاقات تانية علشان انا دخلت علاقة وفشلت. زي مثلا واحد علاقته باباه ومامته مش كويسة وطول الوقت بيتخانقوا، فخد فكرة ان انا لما هأسس بيت في حياتي هيبقى بيت فاشل او هيبقى بيت مفهوش تفاهم. زي مثلا حد كان عنده حلم وضاع، فقرر انه لا، انا مش هحلم تاني علشان انا كان عندي حلم قبل كده ومعرفتش اوصل له، فانا مستحيل اوصل لاي حاجه تانية. فما تصدقش كذبه الفشل، لان صدقني خدعه رهيبه جدا
مش عارفه علينا ازاي، يعني ربنا خلق عقلنا ده جميل قوي، مش عارفه ازاي ممكن يصدق حاجه زي كده يعني. فما تصدقش انك فاشل، انت ربنا عمره ما خلقك فاشل، ربنا مش بيعمل حاجه فاشله مبدئيا يعني. فهو ما خلقش شخص فاشل، هو انت يعني انت قررت يا اما هحاول مره وفشلت فخلاص اخدت على نفسك فكره كده، او حد قالك ان انت فاشل فصدقت ده فما قررتش تنجح في حياتك. لكن ربنا عمره ما بيخلق حاجه فاشله. في بالي مثل بتاع الطفل الصغير اللي هو بيبقى لسه بيتعلم المشي وكده، اكيد اول مره بيمشي بيقع، تاني مره بيمشي بيقع، تالت مره وهكذا. هل الطفل ده بيفكر لا 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 يا جماعه الموضوع المشي ده موضوع كبير قوي وانا فشلت فيه 3 4 10 مرات فانا لا مش همشي تاني، انا هفضل كده طفل صغير مش بيمشي؟ اكيد لا. اكيد بيجرب مره واتنين وتلاته وعشرة، بيمسك ايد باباه عشان يمشي، بيسند مثلا على حيطه او على حاجه علشان يقدر يمشي، وهكذا لحد ما بيتعلم المشي. فانت ما تروحش تجرب مره او مرتين في حياتك او حتى 10 مرات وقلت لك لا 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 انا فشلت. طب افرض انت جربت 5 مرات وجيت المره السادسه دي هي اللي كنت انت هتنجح فيها، طب احنا ليه بقى صدقنا ان احنا نكون فاشلين؟ هقول لكم حاجه حصلت معايا وانا صغيره. كان عندي مدرس بتاع انجليش يعني. انا من زمان وانا صغيره بحب اللغات، حتى وانا صغيره كده كنت مثلا اسمع فيلم هندي او تركي او انجليش او اي لغه اسمعها، ومره واتنين وتلاته تلاقيني بقول الكلام مثلا بتاعي او اغنيه مثلا من الفيلم او حاجه زي كده واروح قايلاها. مره وانا كنت مش عارفه كنت في اعدادي ولا ابتدائي، وانا كنت يعني الاكسنت بتاعتي بتاعت الانجليش كويسه يعني عشان كنت بسمع كتير يعني. بس ما كنتش بعرف اتكلم يعني، ما كنتش مثلا عندي حصيله لغويه كويسه، ما كنتش عارفه اعمل conversation مع حد مثلا، او ما كنتش عارفه اعمل اي حاجه يعني. اللي هو انا الاكسنت بتاعتي كويسه من كتر ما انا بسمع الاجانب بيقولوها او الناس اي لغه يعني بيقولوها فبعرف اقولها. فكل ما جيت كنت يعني المستر مثلا كان عندنا اللي هي الستوري دي بتاعه اللي هي زي اوليفر تويست، مش عارفه في ناس هتكون فاكره الحاجات دي ولا لا. اوليفر تويست ومش عارفه بتاع الملك لازا بتاع ثالثه ثانوي والحاجات دي يعني. فكنت كل ما اجي اقرا كان يقولوا اقعدي انت مش بتعرفي، انت مش عارفه ايه، انت فاشله، انت عمرك اصلا ما هتكوني شاطره في الانجليش، انت مش عارفه ايه. كبرت بقى وانا مدركه تماما ان انا فاشله في الانجليش فشل رهيب، ان انا عمري ما هتعلم اللغه دي، وكل ما اجي اتعلمها كنت احفظ شويه كلمات ومثلا ابدا في كورس مثلا ما كنتش اكمل. ما انا فاشله بقى. فانا صدقت من كلام المستر اللي كان بيقوله لي ان انا فاشله. فحطيت نفسي بقى في الدايره دي ان انا هنا تمام، انا خلاص مش هطلع بره الدايره دي، انا هفضل فيها دايما ودي منطقه راحتي. فخلاص بقى ليه اتحط مثلا قدام حد اجنبي ويكسفني، او ليه مثلا اعمل نفسي انا بعرف اتكلم وكده وفي الاخر يعني فاهمين الاحساس ده. فالاحساس ده جالنا من ان احنا الناس قالت لنا كلام زي كده واحنا صدقناه على نفسنا. لحد ما وصلت الثالثه او تانية ثانوي كنت في البريك بين الدروس وكده انا صوتي حلو، فكنت اصحابي مثلا انا كنت زي ما اقول لكم انا بحفظ انجليش وتركي وعرب، اي لغه حرفيا اسمع الحاجه مره 2 3 بقولها كويس جدا وبالظبط. وقت البريك كنت بقعد اغني لهم بقى انجليش وتركي وهندي ومش عارفه ايه، فكنت بقول اللغه بالظبط. فحسيت لا انا شاطره في الموضوع ده، انا بعرف اتعلم اهو يعني، انا شاطره جدا ان انا اعرف اتعلم لغات. لا فبدات اطلع بره الدايره دي. انا فاكره اول مره انا طلعت مع قفله كانوا اجانب، والست دي كانت بتتكلم شويه مصري، فانا ما كنتش بعرف اتكلم يعني، كنتش لسه اخدت مثلا كورسات او لسه ما ذاكرتش كتير، لا رحت كده اللي هو هجرب يعني. طبعا كنت خايفه جدا بس رحت، والست دي كانت بتعرف تتكلم مصري شويه، فكانت مثلا لما اغلط في كلمه كانت هي تقولها لي، فحسيت ان الموضوع سهل ولذيذ وينفع اتعلمه بسهوله. فما تصدقش اي كلام بيتقالك لانه مش حقيقي. انا اتعلمت، مش هقولك ان انا بقيت بيرفكت في اللغه، ولكن انا بقيت بعرف اتكلم كويس الحمد لله. اخدت كورسات بره، اخدت كورسات مع نفسي، ذاكرت كتير، بقيت من كتر ما انا حابه اللغه وحابه ان انا اتعلم بقيت بعلم الاطفال بالطريقه الصح اللي المفروض يتعلموا بيها اللغه نفسها. فما تحطش نفسك في دايره وتصدق على نفسك انك فاشل. انا زي ما كنت بقول لك ربنا عمره ما خلق حد فاشل، ربنا ما خلقش حد مثلا مش جميل او ذكي او ايا كان، ربنا خلقنا كلنا عندنا مميزات، ربنا خلق عندنا كلنا نفس الامكانيات تقريبا، بس في حد عرف يستغلها صح وحد تاني قرر انه لا انا مش هستغل الحاجه دي يعني.
فحس ان هو خلاص انا فاشل بقى ومش هكمل. تاني حاجه ودي مهمه جدا وبجد دي فرقت معايا قوي، رأي الناس مش مهم فيك. انا مش عارفه ليه، يعني انا نفسي امسك كل حد فيكم كده، لا انت ليه وانت ليه رأي الناس ممكن يكون مهم فيك؟ ليه مستني تسمع رأي حد ان انت تمام، ان انت حلو، ان انت جميل، ان انت ناجح؟ ليه اصلا؟ ليه اساسا؟ ليه ليه بجد؟ لا يعني اصلا انا كنت واحده من الناس دي اللي هو رأي الناس مهم جدا بالنسبه لي، رأيهم فيا. انا فاكره في مره وانا صغيره حد كتب لي على الصراحه كده، كان في لينك كده بينزل بتاع الصراحه والناس تكتب لك فيه قبل ان انت شخصيه انانيه. فانا كنت بقى صغيره، كنت في اعدادي تقريبا، ورحت بقى بدات اسال الناس بقى اللي حواليا اللي يعرفوني، اللي هو انا مش شخصيتي مرنا، شخصيتها مش كده، انا مش شخصيتي كده. فلو لا بقى بس راي الناس مهم، لو حد قال لي انت انانيه يبقى انا فعلا فضلت افكر هو انا انانيه؟ هو انا بجد فعلا كده؟ هو انا بدات انا فاكره المره دي، يعني كل ما بفتكر ايه ده ايه ده بجد، في ايه يا بنتي؟ فاللي هو استنيت راي الناس اللي فيا علشان يقولوا لي انا اذا كنت انا كده او لا. فرأي الناس مش مهم فيك اصلا هو رأيهم مش سوري يعني مش مهم، بغض النظر عن الناس المهمة في حياتنا اللي بتكون فعلا خايفة علينا وبيكونوا عايزيننا نبقى احسن، بس رأي الناس مش مهم فيا. انا مين؟ انا بعمل ايه؟ انا حياتي ايه؟ انا مش هعيش للناس ومش هعيش طول عمري بفكر في الناس اللي حواليا شايفاني ازاي. انا دايما بقول كده، انا عارفه يمكن المبدأ ده مش كله صح، بس بصراحه انا بحبه، اللي هو انت حر ما لم تضر نفسك وغيرك. انا بعمل حاجه صح، حاجه اللي ترضي ربنا، وحاجه اللي انا شايفاها صح ومناسبه لميرنا، اتس اوكي اعملها. حاجه شايفاها ان انا هتبني، اتس اوكي اعملها. وعلى فكره طول ما انت ربنا بتكون حاطه كده في الاول، انت اكيد مش هتعمل حاجه بره اراده ربنا، او هتعمل بره حاجه تضايق ربنا منك. يعني انا عملت مشروع مثلا وفشلت فيه، الناس قالت عني ان انا فاشله، ده على فكره ده حصل معايا. انا فتحت مشروع انا ومجموعه من صحابي، وبسبب سوء تخطيط مننا المشروع ما كملش، مع انه كان مشروع ناجح جدا والناس كانت مبهوره بينا بقى والناس كلها بتحيينا وبرافو وجميل وفكره جميله مش عند حد. واول ما المشروع فشل، انا واحده كده قالت لي هو احنا نعمل الزيطه وفي الاخر نسكت؟ انا اسفه، رايك مش مهم فيا. انا عارفه انا غلطت، ميرنا عارفه غلطت في ايه، الجروب اللي معايا احنا عارفين احنا غلطنا في ايه، او ايه اللي كنا مش مظبطين فيه. فعشان كده اوريدي وصلنا للمرحله دي. بس هل ده معناها ان ميرنا فاشله؟ لا بالعكس، انا عملت مشروع تاني بتاع نفسي وناجحه فيه جدا الحمد لله. اي نعم بياخد مني وقت طويل، بس اشكر ربنا مبسوطه فيه وناجحه جدا. الناس مبهوره بميرنا، ولو بطلت الناس مش مبهوره بميرنا، فرأيهم مش مهم. في قصه كده قررت تعمل مسابقه لمجموعه من الضفادع انه يطلعوا مكان عالي جدا زي عماره كبيره جدا كده، واول واحده هتطلع هي اللي هتفوز بالمسابقه دي. كانت حاجه كده هيدوم حاجه زي كده يعني. بس المهم الناس فضلت بقى تتكلم مع نفسها، طب ازاي ضفادع كده صغيره، كائن ضعيف ملوش لازمه، كائن مش عارفه ماله، كائن ازاي هيطلع وازاي هيوصل وازاي يعني مش طبيعي، ده الانسان لو طلع مش هيقدر، ازاي ضفدع صغير هيطلع؟ كلهم فعلا كانوا بيسمعوا الكلام ده. الضفادع اللي كانت طالعه فضلت تطلع شويه وينزل شويه ويتعبوا شويه مش عارفه ايه، لحد ما في ضفدع واحد بس هو اللي وصل. الناس كلها استغربت ازاي في ضفدع صغير وصل للعماره دي او طلعها يعني. فاكتشفوا ان الضفدع ده ما كانش اصلا بيسمع، فلما هو ما كانش سامع، كانت ودانه مسدوده عن كل الكلام اللي حواليه، هو الوحيد اللي وصل، هو قدامه هدف معين ان هو هيوصل له، فعلشان كده عرف يوصل. فمش مهم رأي الناس فيك، الناس شايفاك حد ناجح، الناس شايفاك حد فاشل، كده الناس بتشوف على حسب عقليتها هي وعلى حسب اللي هم شايفينه. ممكن يكونوا شايفينه عن نفسهم، ممكن يكونوا شايفينه او كلام اتقال لهم، هم شايفين اللي هم عايزين يشوفوه بس. فالمهم انت شايف نفسك ايه، المهم انت شايفه نفسك ايه. انت شايفه نفسك واحده فاشله ومش جميله ومش حلوه وما تستاهليش، ولا انت شايفه نفسك واحده جميله وتستاهلي وربنا خلقك حاجه كده غاليه؟ يا ترى انت شايف عشان صاحبك وصل وجاب عربيه ومش عارفه عنده شركه وانت لسه عشان لسه بتجرب ففشلت كذا مره انت فاشل وما تنفعش وان انت مالكش لازمه؟ ولا هل انت فعلا شخص ناجح جدا في حياتك بس انت لسه مش عارف توصل ازاي؟ تالت حاجة، غير طريقة تفكيرك في الفشل.
من اكتر الحاجات اللي فرقت معايا وخلتني بفشل وانا مطمنه، يعني انا زمان كنت بخاف من الفشل ده، اللي هو خوف رهيب، خوف كده، يعني عندي اسباب اكيد للموضوع ده، واللي هو انا بجد بخاف اللي هو اجرب حاجه جديده لمجرد ان انا ممكن افشل فيها. لكن كل ما بتغير تفكيرك ناحيه الفشل، انه الفشل مش هو النجاح، وكمان ان الفشل ده مجرد درس وخطوه لسلمه هتوصلك لهدفك، ده بيخليني اروح للحاجه اجرب، يعني جاست فضول، جاست ان انا عايزه يعني يبقى عندي experience مختلفة او خبرات مختلفة وتجارب مختلفة. ما يمكن اطلع الحاجة دي بتحبها، ما يمكن اطلع الحاجة دي بعرف اعملها، يمكن اطلع الحاجة دي انا شاطرة فيها. طب ما اجرب، هخسر ايه؟ وين فشلت يعني؟ طب ما افشل عادي، فين المشكلة؟ ما افشل، ما ناس كتير بتفشل وبتوصل عادي. فكل ما بتغير طريقة تفكيرك في الفشل، ده هيوصلك للنجاح. لكن لو انت فضلت حاطط انه الفشل عكسه النجاح، وان انت لو فشلت في حاجة ان انت شخص فاشل، انت عمرك ما هتنجح في حاجة اطلاقا مهما حاولت. لكن لما تحط في دماغك ان دي سلمة، انا فشلت قبل كده في مشروع، لا خلاص يبقى انا كنت عندي سوء تخطيط في الحتة الفلانية، فالمرة الجاية لما اجي افتح مشروع خلي بالي من الحتة دي. انا اشتغلت الشغلانه الفلانيه اشتغلت الشغلانه الفلانيه ومعرفش اكمل فيها، علشان انا مش بحب النظام المعين ده في الشغل، ده بيضايقني، او مش بعرف اكمل فيه، او مثلا مش بعرف اعمل حاجه كل يوم، يعني كل مره بفشل بتعلم درس وبكتشف حاجه جديده فيا انا، يعني انا بكتشف حاجه في نفسي وكمان بتعلم درسي لقدام. طيب افرض انت اصلا مش عارف تعمل ايه، او مش عارف انت شاطر في ايه، فشلت في حاجات كتير، جرب بجد، جرب. يعني من اكتر الحاجات اللي انا نصيحة، ده عندي نصيحة بجد هقولها لك، جرب حاجات كتير وحاجات مختلفة، جرب على قد ما تقدر لحد ما ربنا، طول ما ربنا مديك نفس جرب. انت عندك حلم، اسعى للحلم، جرب في حلمك، جرب طريقة تانية مختلفة، يمكن الطريقة دي ما نفعتش. انا كان حلمي، يعني مش حلمي، يعني كان نفسي، كنت حاطه في دماغي ان انا لو مطلبتش الكليه اللي انا عايزاها هدخل كليه يكون فيها رسم. طبعا حصلت حاجات كتير خلتني ما دخلتش الكليه مع اني كان ينفع ادخلها. طيب هل ده خلاص كده الدنيا باظت واحلامي باظت وراحت للارض؟ لا طبعا، كورسات من على النت، وكانت معايا واحده صاحبتي في الكليه علمتني الرسم لحد ما بقيت زي الفل، وبجد مبسوطه ان انا يعني لو رجع بيا الزمن كنت هدخلها، بس في نفس الوقت ده معناه ان انا مش خلاص حلمي ضاع، لا، حلمي ان انا لسه موجود، لسه ممكن اجرب طريقه تانية، اخدت كورسات وعملت وبقيت زي الفل. جرب على قد ما تقدر كل حاجه واي حاجه وما تفشلش. يعني انا عندي احلام مثلا من 5 سنين لورا، هي نفس الاحلام موجوده دلوقتي، واعتقد هتبقى موجوده منها جزء لسنين قدام، ولكن ممكن طريقة الحلم تختلف، ممكن طريقة الوصول اللي هيختلف، بس المهم ان انا ما بطلش اني اعافر اوصل. ومفيش حاجة اسمها انا مش عارف او انا مش قادر، في حاجة اسمها يا اما ما جربتش، يا اما انا محتاج مساعدة حد يساعدني، لكن مفيش حاجه اسمها انا ما اقدرش. يعني انا دايما بقول للاطفال كده الصغيره او اهاليهم لما بيجيبوا لي طفل مثلا، لما كنت شغاله في الحضانه وكده، او سنتر بدي فيه انجلش كورس للاطفال، ف كانت الاهالي تيجي تقول لي يا مس احنا ابني ده مش بيعرف. يعني ايه مش بيعرف؟ هو جرب؟ لا. ما انت ازاي حكمت عليه ان هو ما بيعرفش؟ ازاي يعني؟ انت ازاي بتقول على نفسك ان انت فاشل في الحاجه الفلانيه وانت اصلا ما جربتهاش؟ يعني لما في اصحابي المقربين، يعني لما تيجي مثلا يقول لي يا مرنا قولي لنا نعمل حاجات جديده ومش عارفه ايه وكده، فاقول لهم مثلا اقراي، ارسمي، اعملي، فتقولي لا انا مش بعرف. يا حبيبتي انت جربتي ولا هو وخلاص؟ ما تقولش على نفسك ان انا ما اعرفش، ما تقولش على نفسك ان انا فاشل، ما تقولش على نفسك ان انا ما اقدرش. مفيش حد فينا فاشل، مفيش حد ربنا خلقه في الحياه دي فاشل، مفيش حد ربنا خلقه مش متميز، مفيش كده صدقني. بس كل الفكره انه ان احنا بندي ودنا للناس اللي حوالينا، فمش بتخلينا عارفين نتحرك، بنكون مصدقين كلام من طفولتنا من واحنا صغيرين، فحطانا في
جوه دايره كده مش عارفين نطلع منها، عشان لو طلعنا ان احنا هنفشل، ولو فشلنا الناس هتقول عليا ايه لو فشلت، فلا الفشل ده عكس النجاح، انا كده شخص مش ناجح، هكذا كلهم حاجات ورا بعض، فبتتمحور ان انا شخص فاشل، ان انا مش هقدر، ان انا مش هعمل. ف بجد ربنا ما خلقش حد فينا فاشل، ما خلقش حد فينا مش ناجح. انا بجد نفسي امسك كل حد هيسمع الفيديو ده اقول له كده، يعني انت ربنا ميزك، انت ربنا خلق فيك قدرات وعندك امكانيات رهيبه يعني مش طبيعيه، بس الفكره انه ازاي اوظفها صح، وازاي استخدمها صح، ازاي ما صدقش ان انا شخص مش فاشل. دي كل الفكره ودي كل الحكايه. ف اتمنى ما تصدقوش اي كلام بيتقال لكم، واتمنى انه كل التجارب اللي عديتوا بقى في حياتكم تكون مجرد خبرات لسنين كتير جايه قدام. بجد الشخص اللي بيبقى حاطط نفسه في دايره مش عارف يطلع منها بيبقى حارم نفسه من حاجات كتيره جدا جدا، يعني يستمتع بيها ومن حقه، وممكن يكون شاطر فيها. حاجات كتير ممكن تكون ما جربتهاش اصلا وانت اصلا شاطر فيها، بس انت عشان خايف من رأي الناس وخايف من افكارك الداخلية وصراعاتك اللي جوه فمش عارف تنجح فيها. دي كانت حلقة النهاردة او فيديو النهاردة اللي بيتكلم عن الفشل وازاي نتغلب عليه. ما نصدقش الفشل ان دي مجرد خدعة دماغك بتضحك عليك بيها علشان كلمة اتقالت لك زمان، وان انت حتى اصلا تستاهل النجاح، تستاهل انك توصل لاحلامك واهدافك. احلامك ليك واحلم وعافر وجرب وفي الاخر هتوصل. وبس كده، متنساش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب الكلام المعتاد ده، ومتنسوش تقولوا رايكم في الفيديو ده علشان ده بيحمسني بجد ان انا انزل فيديوز تانية كتير. وبس كده، اشوفكم المرة الجاية.